السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم علمني بما تنفعني وانفعنا اللهم بما علمتني وزدنا علما. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الاف ستيتمنت، خلصناها كل انواعها. عندنا نوع جديد من الشرط او الشرطية عموما اسمه سويتش. ده بيبقى عبارة عن ايه؟ قال لك بتكتب كده السويتش، تفتح القوسين تكتب القوسين ده المتغير بتاعك وليكن اكس عشان تقارن بيه، تمام، حاجة معينة، قارن بيه كذا دالة مثلا. بس لازم تدي المتغير بتاعك ده تعرفه هنا فوق، مثلا وليكن int x، تمام، بيكوال مثلا 5. تبتدي تدي بقى الحالات بتاعتك كيس 1 كيس 2 زي الشرط كده، يعني لو اتحقق ده يتحقق ده وهكذا. طب ده هناخد مثال عملي عشان الكلام يوضح. نقول له مثلا int day بيكوال 3، تمام. ابتدي اكتب بقى السويتش بتاعتي، اقول له switch equal، مش equal اللي هو القوسين اللي هو الشرط بتاعنا يعتبر اللي هو الدي، تمام. ابتدي اكتب بقى الحالات بتاعتي كيس 1. يعني لو كيس 1، لو الدي ده بيكوال 1 نفذ لي حاجة معينة، وليكن اطبع لي كلمة مثلا أي حاجة، ايه مثلا حرف الايه، تمام. بعد ما يطبع قالك تكتب بريك. بريك ده يعني ايه؟ يعني خلاص اجف، ما تكملش أي حاجة تانية تحت، أي كود تاني تحت ما تكملش، اطلع. يعني اطبع كده خلاص واطلع بقى بره البتاع. طيب لو ما تحججش قالك هتكتب كيس 2، اطبع لي حاجة معينة وليكن حرف البي، وهكذا نعمل بريك. طيب ما تحججش قالك هتعمل كيس 3، نفس الكلام سي دبليو بعلى حرف السي، ولازم نعمل بريك. طيب لو ولا واحد فيهم اتحجج قالك هتعمل ايه؟ كنا هناك في الاف بنكتب else، لا هنا قالك هتكتب default، تمام. وتطبع حاجة برضو وليكن هنقول له error، ولازم تنهي ببريك. دي السويتش بتاعتنا خلصت. يبقى احنا بنعرف المتغير بتاعنا ونكتب سويتش، نحط المتغير هنا اللي هنقارن بيه الحالات دي. كيس 1 اللي هو الدي بيكوال 1، لا ده هو 3 فمش هينفذ هنا. طب كيس 1 ايكوال 2، لا ده 3 مش هينفذ هنا. هيخش على التلاتة يلاقيها أيوة التلاتة بتاعتي، يروح منفذ يطبع لي السي ويعمل بريك يطلع. ندوس كنترول F5 ونشوف. شايف طبع لي السي. ناخد مثال كمان. ناخد مثال كمان. لو أنا وليكن عندي مثلا الديجري بتاع الطالب، تمام، هنقول له وليكن 70، يبقى نقول له سويتش الديجري دي، تمام. أعمل بلوك بتاع السويتش وأكتب الحالات بتاعتي كيس 1، ولا مثلا هنقول له كيس 50، تمام. لو الدرجة بتاعتي 50 اطبع لي ده مثلا مقبول مثلا، ولا نقول له نو، أي حاجة عموما تكتب بريك. طيب كيس 2 لو جايب 60 يبقى على حاجة معينة، نو برضه. ما علينا من اللي هيطبعه، يعني عايزين نفهم الفكرة. طيب كيس 3 لو مثلا لو جايب 70 ده يطبع لي جود مثلا، تمام. لازم تنهي ببريك.
خلاص اطلع ولا جايب 60 ولا 50 ولا 70، قال لك هتعمل إيه الdefault. تمام، قُل له CW أي حاجة not good مثلًا، لازم تنهي بbreak. يبقى أنت بتعرّف المتغيّر بتاعك وتحطّه هنا في القوسين بتاع الswitch، بعدها بتبتدي تكتب الحالات بتاعتك case 1 case 2 case 3. لو الcase 3 مثلًا تequal 70 زي الضرر دي، بيدخل ينفذ هنا، وبعدين يعمل break ده يعني يطلع ما تكمّلش الأكواد اللي تحت، تقف عند هنا، بتقف هنا مثلًا، كده بتقف هنا ما تكمّلش، تعمل stop. تمام، وبس كده هي دي الswitch. كده الفيديو بتاعنا خلص، إن شاء الله المرّة الجاية نبتدي في الloop بقى، يعني نعرف يعني إيه for loop. وبس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.